صوتك، ممكن تنامي بقى وتستريحي شوية. انا عارفة والله وحاسة بيكي، بس صدقيني مفيش حاجة مستاهلة، كله هيكون كويس، كله هيعدي. انا معاكي، معلش، عارفة والله، معلش. روقي بس كده، فين بس الضحكة الجميلة وفين الكلام الإيجابي اللي كنت بتقولي عليه؟ طب ده أنا كنت باخد الإيجابية كلها منك. معلش معلش والله، اللي ربنا كاتبه هو أحسن حاجة، صدقيني بكرة تعرفي إن ده خير ليكي. ممكن تريحي بس دلوقتي أعصابك، تسيبيها على ربنا. انت عارفة الحاجات دي اللي بتحصل دايما في حياتنا بنزعل قوي عليها وبنتضايق، بعد كده لما بنفتكرها بنحس قد ايه هي كانت مفيدة لينا. اه والله، انتي ممكن تكوني شايفة دلوقتي ان ده ابتلاء، بس قدام شوية هتعرفي ان ده مكانش ابتلاء. ممكن تبطلي عياط؟ انا سايباكي والله تعيطي عشان تطلعي اللي جواكي، بس كفاية، معلش. احنا مش اتفقنا قبل كده ان الابتلاء ده بيبقى دايما ورا حكمة؟ اكيد في حكمة ورا اللي بيحصل، اكيد ربنا بيكتب لك الحاجة الكويسة في الاخر. بس خلاص،
تعرفي شعرك ما شاء الله طول وبقى حلو اوي بجد، مش بقول كده والله وخلاص، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اهو انا قلت اهو سورة الفلق عشان ما تقولش ان انا بحسدك. ما شاء الله، الله اكبر. انتي يا بنتي مش عارفة قيمتك والله، انتي قمر وشخصيتك جميلة ومؤدبة، تستاهلي حاجة احسن من كده بكتير. مش عشان صاحبتي والله، ان شاء الله هيكرمك ويرزقك ويفتحها عليك ان شاء الله يا رب، عشان انتي نيتك صافية وقلبك كبير وبتحبي الخير للناس. بس ساعتها متنسيش بقى تشكري ربنا، مش بس في الحاجات الوحشة بس بنفتكر ربنا، صح ولا ايه؟ انت زعلانة منك؟ ايوه زعلانة منك عشان الفترة اللي فاتت كنتي بعيدة عني، بس بصراحة مقدرتش اول لما لقيتك بتعيطي ان انا مجيش. بصي انا عارفة ان انتي كنت بعيدة يعني مش بسببك، بس انتي كنتي بتسمعي الكلام. طب ما ليه ما فكرتيش مش يمكن ربنا عمل كده عشان نرجع تاني نقرب من بعض؟ مش انا بس، انت كنت بعيدة عن كل حاجة في حياتك، بعيدة عن شغلك، بعيدة عن اهلك، حتى الجيم ما بقيتيش بتروحي، ما بقيتيش بتعملي اي حاجة في حياتك غير انك قاعدة بس ليه هو وده يرضي ربنا يعني؟ ربنا عايز يفوقك من اللي انت فيه، وانا كتير قلتلك الكلام ده وانت مسمعتيش كلامي. انا مش بلومك والله مش بلومك خالص، انا مقدرة اللي انت فيه، ومش انت عارفة اكيد نيتي انها مش ان انا عايزة اقولك ان انا اللي صح وخلاص ومش عارفة ايه. انا عارفة ان انت كنتي فيه عشان انا مريت بيه قبل كده، لكن ما ينفعش حياتك كلها تبقى مرتبطة بس بشخص واحد وخلاص على كده.
هو مبيحبكيش، لو بيحبك كان يسيبك تجيبي لك علاقات، يسيبك تشوفي شغلك، يفرح لما تهتمي بشغلك، لما تنجحي، لما تكبري. لكن ده انسان ما كانش بيفكر فيكي زي ما انت كنتي بتفكري فيه. احمدي ربنا بجد ان ابعدتي عنه في الوقت ده. حتى ربنا كنت بعيدة عنه، صح ولا غلط؟ انتي نفسك كنتي بتقوليلي انا ما بقيتش اصلي، انا بقيت بحس اني مش بفتكر ربنا في حاجات بعملها اول لما بعدتي عنه، او يعني ربنا هو اللي بعده عنك. رجعتي تفتكري تاني ربنا، ترجعي تاني لكل حاجة كنتي بتعمليها. طيب ده دليل على ايه؟ مش لو هو كان انسان كويس كان هيشجعك ان انتي تلتزمي وانك تقربي اكتر لربنا؟ طيب خلاص انا مش هتكلم في اللي قبل كده، خلينا بس دلوقتي في اللي احنا فيه. ننسى اللي فات، نتعلم منه، صح؟ نحاول ان شاء الله اللي جاي يكون احسن. تصدقي حتى شعرك بقى احلى لما سبتيه. هي كده اضحكي. والله صدقيني الايام اللي جايه هتهتمي بقى بنفسك، وتشوفي شغلك وتشوفي اهلك وصحابك، وهتحسي بجد ان انتي ما كنتيش عايشه، لان هو كان سجنك ومبسوط بكده، وانتي كنتي مستسلمه. بصي ما انا كل مول مش هتكلم عشان ما اضايقكيش. انتي عارفاني ايه دبش. معلش والله خلاص انا هسكت. بجد هي مش بتتضايقي من كلامي، انا عارفه ان انتي عارفه نيتي وعارفه قصدي وعارفه ان انا بحبك. والله اتمنى لك بجد انسان احسن من ده بكتير، يخاف عليكي ويحبك ويشجعك عن انتي يبقى ليكي شغل وليكي كارير وليكي حياه، يشجعك على علاقاتك مع صحابك ومع اهلك.
متقفلهاش كده عشان انا عارفة الجزء ده اكتر جزء بيعمل ضغط لما يكون الواحد متضايق. بس انتي برضه حاولي تعملي اعصابك كده، تخليها ريلاكس اكتر مش مشدودة، عشان ده كده اللي تعبك وعملك الصداع. كده مرتاحة. معلش بكرة ان شاء الله تصحي كويسة. حاولي بس فكري في اي حاجة غير الموضوع ده. عارفة انه صعب، بس تخيلي حاجات. مثلا تخيلي ان انتي دلوقتي في جزيرة قدامك بحر، والمية لونها ازرق صافي، مفيش اي حد في الجزيرة دي، انتي بس. السما لونها ازرق، في شوية سحب كده بسيطة جدا، الجو اللي هو ولا حر ولا برد. قدامك شجر، في ورد، الهوا كده ريحته بحر، وانتي رايحة ناحية المية تمشي في المية كده، وسامعة صوت المية وهي عمالة تطرطش. في عصافير صوتها من الهدوء باين جدا. دلوقتي بقى قوليلي، لو انتي مسموح لك تاخدي حد في الجزيرة دي واحد بس، هتاخدي مين؟ انتي بتهزري صح؟ لا بتهزري بجد. هتاخدي معاكي؟ مش مصدقة الهبل. انا قلت انتي حابة من زمان. انا لو ان انتي فيه كنت قمت وسبتك. طب خلاص، ما انتي زعلانة ليه؟ معلش انتي تستاهلي على فكرة اللي انتي فيه ده. كل اللي عملوا فيكي ده هتاخديه معاكي في مكان مثلا انتي ممكن تكوني مبسوطة فيه؟ يا بنتي والله ده مش حب، ده تعلق مرضي. عموما مش وقت الكلام ده، انا كل ما اقول مش هتكلم برجع اتكلم. هحاول امسك نفسي. طب خلاص بقى، بصي خدي معاكي ونامي. انا مش هتكلم خلاص، انتي اقعدي تخيلي. خدي بس استريحي ونامي دلوقتي، وبكره نتكلم.